بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتم. حبايب قلبي، يا ريت ما تنسونيش وتدعموني باللايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس. مستنية منكم التعليق الجميل. دورتين الفرش يا حبايب قلبي، محدش يقول الدفايات القديمة دي، انا بجدد حاجة بحاجة. ده الجزء التاني من التنظيف يا حبايب، فرش السراي. ومعاكم يا حبايبي بإذن الله نجدد كل حاجة، ومحدش يقول لي فرش الدفاية غلط لانها صغيرة على السرير فبفرشها كده. والفرش حطاه على الارض يا حبايبي لان انا لسه ماسحه معاكم يعني، والارضيه نضيفه. وان كان في حاجه قولوا لي بردك يا حبايبي، ارائكم تهمني. والمخده اللي انا حطاها جنب الحيطه دي يا حبايبي لان في فرق، وحطاها يعني عشان امني ما يعملش في الحيطه، وعشان العمود ده هو اللي حايش السرير. ربنا يرضينا ويرضيكم يا حبايبي. محدش يقول البطاطين كتير على السرير يا حبايبي لان امني بيتغطى بالبطانيه دي، ومن التاني بالاتنين التانيين دول. ومحدش يقول يا حبايبي بنتك ما بتساعدكش ليه، لانها لسه صغيره ما تعرفش تعمل حاجه. يا رب اشوفها عروسه يا رب ويفرحني بيه، وتفرحوا باولادكم يا رب. كده خلصت الاوضه دي، كده كنت دخلت الحمام يا حبايبي. لا بشغل الغساله لان بصب. دي اوضه حماتي بعد ما فرشتها يا حبايبي. ومحدش يقول لي على المخده دي هي اللي حطاها، لان حماتي ست كبيره وانتوا عارفين الستات الكبيره اللي هم عاوزينه بنعمله. وحماتي قاعده معايا يا حبايبي لان ملهاش الا ابنها دي اللي انا متجوزاه. ودي الاوضه بتاعتي يا حبايبي. محدش يقول لي ايه الطقم السرير اللي انت فرشه دي عنده تقوم والله، بس لسه معاكم هنفرش كل حاجه باذن الله. كده بفرش سريري اهو يا حبايبي.
انا لسه عندي طقم سراير على فكرة يا حبايبي من بتوع فرح، بقالي 23 سنة بس انا بحافظ على حاجتي، وعندي فوط لسه هنطلع كل حاجة مع بعض. البطانية دي اللي انا بتجوزها بقى يا حبايبي، انما التانية البنية ده انا شارياها، انما اللي انا بطبقها دي بتاع فرح. هي رقة واحدة يا حبايبي بس بتدفي جميل. الشباك ده فاتح منور يا حبايبي، مش على الشارع ولا حاجة، منور عاملاه عشان الأوضة بتاعته وأوضة ولاد. لسه هعمل كرسي للتسريحة يا حبايبي، والكرسي ده هحوشه خالص ما هسيبوش في الأوضة. كده خلصت، اقفل الشباك بقى، اقفل السراند واسيبها تتهوى، ما بقفلوش الا المغرب عشان لما تيجوا تناموا كده تلاقي الأوضة ريحتها حلو. كده اطلع البلكونة بقى، انفض الفرش واجيب وفر، بس ما برضاش اصور لان عندنا السطوح واطية وبيبقى الجيران علم، فما برضاش اصور عشان الخصوصية. هتلاقيني هنا طولت لان السجادة تقيلة وفانا لما عرفت اجيبها. كله بيصورني يا حبايبي. محدش يقول لي السجادة بتاع الانتريه مش لايقة عليا، لا انا جايباه لان انا جايبة كفر للانتريه هيبقى ماشي مع السجادة، واللي ظهر دي بنتي والقط بتاعها، فانا مانيش عايزة اطلعها في التصوير لسه يا حبايبي. لو عايزينها تطلع معايا قولولي وانا اطلعها معايا عادي. هي عندها 11 سنة بس شقية يا حبايبي، اكتبوا لها في التعليقات قولوا لها اهدي شوية. لما جبت السجادة هدتني يا حبايبي. والسجادة دي برضك جايباها هتبقى لايقة على الركنة بإذن الله، لأن ناوي يعمل الركنة كشمير في رصاص، فهتبقى لايقة معاه بإذن الله. أنا هنا مشغلة المروحة عشان كانت تهوي الأرضية تنشف في ساعتها،
عشان افرش واقفل عشان الدبان، عشان زي ما قلتلكوا يا حبايبي احنا في بلد ارياف والدبان كتير. يا رب يسترنا يا حبايبي فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. استرنا يا رب احنا وانتوا كل مسلم يا حبايبي، وفرحكوا بحبايبكوا يا رب، واللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له، واللي ما خلفتش ربنا يديها يا رب. هعمل لكم غسيل الحمام فيديو لوحده يا حبايبي، وهصور لكم المطبخ بتاعي برضه. كده الفيديو خلص يا حبايبي، اشوفكم على خير، مع السلامة. سلام.